السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي في الله؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما تبتدي الفيديو اشتركوا في القناة عشان الصورة تكبر بيكم. النهارده بقى فيديو حلو جدا جدا مشجع جدا، روتين ووصفة، وان شاء الله يعني فيديو مشجع ان شاء الله يعجبك جدا. اول حاجه كده بدات بقى المشتريات بتاعتي، كنت محتاجه شويه حاجات كده، طبعا دي مش مشتريات الاسبوع، حاجه كده كانت ناقصاني في المطبخ، قلت اجيبها. جبت نص كيلو دقيق، بحب اخليه عندي كده كان خلصان، وجبت نص كيلو مكرونه سباجيتي النهارده هنعملها باذن الله، وجبت كيس بيكنج باودر عشان النهارده هنعمل مع بعض جلاش بطريقه حلوه قوي قوي قوي، وبحب احط في البيكنج باودر. كنت جايبه اللي هي البهارات ال 11 بهار دي قبلها بيوم، حبيت اوريها لكم واقول لكم ان هي تحفه جدا جدا. في منها توابل البطاطس جربتها برده حلوه قوي، وفي منها اللي هي ال 11 بهار، الكيس منهم ب 2 جنيه ونص، بس بجد لو جبتيها هتعتمديها على طول اذا كان توابل البطاطس او ال 11 بهار. هنا كنت محتاجه شامبو، جبت اللي هو دويتو دوت الواحد بجنيه، حلو قوي. وجبت اوكسي اللي هو ب20 جنيه، وجبت نص كيلو من الاريا اللي هو السايب بس نوع حلو برضو اسمه فله تقريبا. بحب اجيب نوعين كده على بعض واخلطهم، لا اما باهي لا اما اوكسي، ده اللي بستعملهم على طول في الغساله بتاعتي. عايزه اقول لكم بينضف الهدوم كويس جدا وبيخلي ليها ريحه حلوه قوي. اذا كان اللي هو اسمه نسيم الشرقي ده او التاني اللي هو بالعود، الاتنين جربتهم حلو قوي، بس بصراحه اللي هو نسيم الشرقي ده عجبني اكتر. واللافندر برضو حلو قوي، تقريبا ده اللي باللافندر، اللي التلات انواع دول حلوين قوي وريحتهم ثابته، بس كمان اللافندر بيبقى ريحته فواحه اكتر، وبالذات لو انتي استعملتيه لوحده من غير ما تضيفي له اي نوع اريال سايب. جبت نص كيلو ب9 جنيه، كيلو ب18 السايب. وجبت كيس برسيل اللي هو الاوكسي قصدي ب20. هو بجيب ابو 25 على حسب ما بلاقي، يعني انا كنت رايحه اصلا اجيب باهي ابو 25 ما لقيتش، فجبت اللي هو اوكسي ده ب20 جنيه. بحطهم على بعض وبقلبهم وبيقعدوا معايا من اسبوع ل10 ايام. عايزه ما شاء الله، عايزه اقول لكم ما شاء الله، انا بحط اصلا في الغسله المعيار الكوبايه اللي هوريه لكم دلوقتي، ده سايباه في العلبه كده بتاعتي زي ما قلت لكم. الباسكت ده لاول مره اشوف الفيديو بتاعي، الباسكت ده نضيف ما فيهوش اي حاجه، انا مخلياه من ساعه ما جبته للاريال. فعشان انا ما عنديش العلبه بتاعت الاريال، فبصراحه نفعني جدا جدا مهما اجيب اي كميه. ما شاء الله اللهم بارك، ياخد معايا اكتر من 3 كيلو اريال، فحلو قوي. والمعلقه الخشب دي مخليها مخصصه للاريال بس، سايباها في العلبه بتاعت الاريال. والمعيار الكوبايه دوت مخليها باخد كوبايه الا ربع تقريبا، لان ده معيار كوبايه وشويه تقريبا، لان هو كبير، باخد كوبايه الا ربع منه او بحطه على الغسله. اللهم بارك، بيخلي الرغوه حلوه جدا وريحه الغسيل تحفه قوي. هنا بقى خلصت، وهشيل بقى الحاجه بتاعتي عشان نبدا مع بعض الوصفه بتاعتنا النهارده. الوصفه بجد حلوه قوي، وبجد تستاهلوا انتوا تعملوها. عايزه اقول لكم اولادي بيحبوها، وكل شويه عايزين كل يوم اعملها لهم. وصفه خفيفه عشان الصيف اللي احنا فيه ده، برضو يعتبر وصفه صيفيه، ينفع وينفع برضو تتقال عليها اكله سريعه في الايام الحر اللي احنا فيها دي. اول حاجه كده سيحت معلقتين سمنه حلوين كده كبار، وهحط عليهم شويه من الزيت، ونزلت بالبضايه بتاعتي كده، وهحط رشه فلفل اسمر على ملح، احط بقى كله على بعضه كده. يعني انا كنت حاطه سمنه على زيت وسبتهم يسخنوا، مش يقدحوا لا يسخنوا كده على البوتاجاز، انا عايزاهم يسيحوا بس مش اكتر. ونزلت بالبضايه، وهبدا انزل بملح وفلفل اسمر، وهنزل برشه بسيطه كده من البيكنج باودر اللي احنا جبناه مع بعض، بيدي برضو تست حلو قوي للوصفه بتاعتنا. انا حطيت ملح وفلفل اسمر بس. وبعد كده هبدأ بقى انزل بكوباية من اللبن او نص لبن ونص مية. عندك شوربة حطي نص شوربة ونص لبن. يعتبر كده الوصفة اتعرفت. انا هعمل النهاردة جلاش معاكم، بس مش جلاش باللحمة المفرومة، هعمل معاكم جلاش بالجبن، ميكس الجبن حلو قوي، عامل زي نظام كده البيتزا. عايزه اقول لكم من ساعه ما عملته، انا كنت بعمله من زمان. من ساعه ما عملته اولادي بيحبوه جدا جدا، بيفضلوه عن الجلاش اللي باللحمه المفرومه. بجد حلو قوي وخفيف. عايزه اقول لكم ينفع كوجبه عشاء، ينفع كوجبه فطار مع كوبايه شاي بلبن. انا عامه بعمله في الغدا والصينيه ما شاء الله بتبقى كبيره، يعني بتتفضل منها، بخليه بقيته للعشاء، لان ما شاء الله بيبقى اللي بيرمي معاكي عدد قطع يعني، وفي نفس الوقت خفيف وينفع للعشاء وينفع للفطار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده جبت ورقه الجلاش بتاعتي، بجيب نوع روتانا حلو قوي، احلى نوع بصراحه جربته لحد دلوقتي هو روتانا، في الجلاش وفي السمبوسه الاتنين. السمبوسه منه من روتانا حلو قوي، بتنفش كده، تبقى هشه وحلوه وما بتشربش زيت خالص. جبت هنا الصينيه بتاعتي، الصواني اللي بتاعت البسبوسه دي، انت بقى اي صينيه حابه تعمليها مربعه، حابه تعمليها مدوره. انا بحب اعملها نظام بيتزا كده، وبحب اقفلها كده زي الفطيره. هتشوفوا دلوقتي انا هعملها ازاي. جبت صينيه دهنتها طبعا سمنه كويس جدا جوانب ومن تحت عشان ما يتلزقش معايا.
بعد كده تبداي كده تدهني ما بين الرق والتاني من الخليط بتاعنا يا جماعه، اللي هو سمنه على زيت، وحطيت بضايه ورشه ملح ورشه فلفل اسمر، وحطيت بيكنج باودر، وحطيت اللهم صل على محمد نص كوبايه لبن على نص كوبايه ميه او شوربه. حابه تحطي كميه لبن كلها براحتك خالص. هي الوصفه بتاعت النهارده اقتصاديه، فحاولي على قد ما تقدري برضو تكون فيها قيمه غذائيه للاولاد وبرضو تكون اقتصاديه. اللهم صل على محمد. بحب كده احط الورقه ورقتين ورقتين، وبحط نص الورقه جوه الصينيه ونص الورقه بره الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وما بين الرق والتاني كل ورقتين يعني بحطهم بدهن كده من الخليط بتاعي. بس حاولي قلبي كده الخليط قبل ما تبداي تحطيه، عشان يبقى ايه، ما يعني كله داخل في بعضه. لان هتلاقي كده عمل طبقات معاكي زيت الزيت فوق والبيض تحت واللبن، فاهمين ازاي؟ فانت حاولي كده قلبي الخليط قبل ما تستعمليه. هنا هبدا بقى احط رقات كده. هنا هبدا في النص احط كده المتقطع، اللي هتلاقي كده اكيد اي ورقه جلاش بقى فيها متقطع، حاولي حطيه في النص. هنا بقى نزلت بالجبنه بتاعتي اللي هي دومتي دي. عايزه اقول لكم دومتي دي من الانواع اللي هي يعني قابله للدهن، اللي هي ناعمه كده وبتدهن معاكي بسرعه. قبل كده كنت بعمل اللي هي اللهم صل على محمد عبور لاند، واللي هي التانية اللي هي بالجبنه الرومي دي رودس. بتبقى مش بتفك معايا كده، لا بتبقى مكلكعه. فدومتي عشان ما شاء الله خفيفه كده وناعمه فبتتفرد معايا بسهوله. حبيت بقى حطيت جبنه بيضه، وبعد كده احط كده قطعه من الرومي. بصي يعتبر احنا هنحط بواقي التلاجة اللي عندك كله حطيه. انا اوقات بعملها بجبنه بيضه بس بتطلع تحفه جدا. اوقات بحط على الجبنه البيضه جبنه ميكس، اللي هي ميكس جبن بقى رومي وشيدر وموزاريلا، بتبقى تحفه جدا وبتمط بقى، بتبقى عامله زي البيتزا بالظبط. هنا كان عندي زيتون بس بالبذره بتاعته، بس انا حاولت بقى ايه اقطع منه كده ايه اشيل البذره بتاعته، وبدات ان انا احطه. وهبدا بقى اقفل الجلاش بتاعي زي نظام كده ايه الفطيره بالظبط. الجوانب دي كلها المها بقى، بس قلت ايه الم كده الحاجات اللي مقطعه في النص. هبدا بقى الم الجوانب وسايبه كده اخر ورقتين ان انا اقفل بيهم البيتزايه بتاعتي كده او الجلاش بتاعي من فوق. وما بين الرق والتاني طبعا لازم نحط من الخليط بتاعنا عشان تبقى طريه كده وهشه من جوه. عايزه اقول لكم البيكنج باودر بيديها كده نفشه بسيطه كده، بيخليها حلو قوي وطريه من جوه وهشه ومرقه. كده خلاص خلصت بتاع الصينيه بتاعتي. واخر ورقتين بقى ببدا ان انا ايه اقفل بيهم الوش كده عشان يبقى نظام زي فطيره كده او بيتزايه. عايزه اقول لكم بجد تعتمدوها كده في كل الحشوات. حابين تحطوا سجق، حابين تحطوا لحمه مفرومه، ميكس جبن، حابين تعملوها مسكره مش حادقه، تحطوا طبعا سكر بدل التوابل. بجد هتطلع تحفه 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 تحفه. وتحشيها بقى بسبوسه، جلاش، قصدي بسبوسه او كنافه. بجد تبقى حلوه قوي. طبعا بقى بتسقيها عسل في الاخر تمام كده. دي لو هي حلوه، لكن احنا النهارده نعملها حادق. ولو حابه تحطي حشواتنا على الوش برده من ضمن اللي احنا حاطينها في النص، هتبقى حلوه قوي زي نظام بيتزا كده محشيه من جوه ومن بره. بس كده زي ما انتم شايفين بقيت الخليط بقى بحطه على الوش كده بعد ما بقطعها عشان تبقى الخليط يدخل من جوه كده ويبقى حلو. هنا بقى حطيت على وشي كده سمسم على حبه البركه، بيديها طعم حلو قوي. وريحه المخبوزات بقى بتبقى في البيت ما اقولكوش، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. والسمسم طبعا فيه قيمه غذائيه عاليه، كالسيوم ما اقولكوش يعني عالي جدا، احسن من اللبن كمان. فانا كنت عامله كده شويه سمسم على حبه البركه عندي في بطرمان، بحب احط كده على ايه مخبوزات على الوش. هنا بقى قلت والجلاش في الفرن كده اعمل ايه، افضي بقى الحاجات اللي انا مشترياها. كنت مشتريه قبلها بيوم برضو التوابل مع اللي هو البهارات دي اللي وريتها لكم. كنت مشتريه كزبره ناشفه وكمون، وقبلها بيوم كنت مشتريه فلفل اسمر بس فضيته. زي ما قلت لكم قبل كده في الميزانيات، حاولي كل اسبوع لو انت بتنزلي كل اسبوع السوق او كل شهر. انا عشان بنزل كل اسبوع فبحاول مثلا التوابل عندي بدات تشطب، اشوف ايه اللي اكتر حاجه خلصت الاول اجيبها. يعني الفلفل الاسمر عندي مصحوب على طول لاني يعتبر بحطه في كل الاكلات. فبدات ان انا اجيب فلفل اسمر. الاسبوع اللي بعده جبت كمون وكزبره. ما شاء الله الكزبره بترمي اكتر، انا جايبه ب5 جنيه كزبره قد كميه الكمون 3 مرات ما شاء الله. فبتجيب 5 جنيه ملت نص برطمان، وتجيب 5 جنيه ملت برطمانين بحالهم ما شاء الله اللهم بارك. الكزبره من الحاجات الخفيفه اللي يعني ما بتوزنش. تمام كده. البخه بتاعتي دي بقى اللي هي ميه بخل بصابون معين، دي تحفه. عايزه اقول لكم بتلمع اي حاجه. النهارده هعمل بقى التلاجة برضو معاكم، هتخلي التلاجة فله من غير نقطه ميه. هي بس البخاخه اللي فيها صابون وخل وميه وفوطه ناشفه كده حلوه، وهتلمع معاكي التلاجة وتخليها زي الفل. ونفس الكلام في البوتاجاز الرخامات، بجد حلوه قوي البخاخه دي. لو اعتمدتيها مش هتبطلي تعمليها في المطبخ بتاعك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هعمل مواعين نكمل كلامنا بقى على موضوع التوابل. هنا مثلا انا بجيب حاجتي بالاسبوع. مثلا الاسبوع انا التوابل بدات تشطب عندي. النهارده مثلا هاخد ايه، هجيب ب5 كمون وب5 فلفل اسمر. الاسبوع اللي بعده هاخد الكزبره وبابريكا مثلا. الاسبوع اللي بعده هاخد الشطه وقرفه
اللي فاهمين قصدي، يعني الحاجه اللي تخلص معاكي الاول تبداي ان انت تجيبيها كده ايه في المشتريات بتاعتك بتاعت الاسبوع اللي انت بتنزلي السوق عشانها. ب5 جنيه تقولي قليله، اقول لكم ال5 جنيه على فكره ممكن يكفي معاكي اسبوع. ما شاء الله البطرمانات الصغننه دي على قد ما بتخنقني بصراحه في ان انا مثلا بملى الحاجه فيها، بس عايزه اقول لكم بتاخد معايا ب5 جنيه حلو قوي، تقعد معايا بالاسبوع، الاسبوع اللي بعده اللي يخلص اجيبه على طول. الفلفل الاسمر عندي بيخلص زي ما قلت لكم بسرعه، فبجيبه يعتبر اسبوع او اسبوع لا. والكمون برضو نفس الكلام، لكن الكزبره بقى بتطول، القرفه بتطول، الجنزبيل برضو بيطول، البهارات برضو بجيب ب10 جنيه بهارات اللي هي ال7 بهارات حلوه قوي. انا ما جبتهاش المره دي لاني ما شاء الله جايباها من قبل العيد ولسه عندي منها حبه جميله قوي. بجيبها ب7 بهارات، بيحط لي بقى معاها، بيقول لي زود لك عليها حبهان وجوز الطيب، اقول له زود لي حبهان بس، لان بصراحه جوز الطيب دي بحس ان هي يعني سمعت عنها ان هي فيها جزء حرمانيه كده، فبلاش منها يعني، الاكل مش هينقص بيها من غيرها يعني. فبحبش احط جوز الطيب في الاكل خالص، عمري ما دخلتها البيت اصلا جوز الطيب دي. لكن بحب احط ال7 بهارات، بحب احط قناص محمد، القرفه، الجنزبيل، الحاجات دي كلها. هنا بصوا بقى الجلاش بتاعي طالع تحفه تحفه تحفه، وريحته ما اقولكوش بجد، لو عملتوه مش هتقدروا تستغنوا عنه، او يعتبر تعملوه شبه يوميا، لان خفيف قوي ينفع الفطار مثلا، لو كوبايتين شاي بلبن بقى مع الجلاش ده تحفه قوي. بصوا الزيتون هو اللي ساح كده في وسط الجبن، لان الجبنه الرومي طبعا ساحت، والجبنه البيضه بقى يعني هي مش باينه اصلا من كتر ما هي دابت في الجلاش. وريحه بقى حبه البركه والسمسم ما اقولكوش، مخليها ريحه الجلاش في حته تانية خالص. كنت عامله بقى شويه مكرونه سباكيتي كده وطلعت الزيتون كده مع الاكل، بجد كان اكله خفيفه قوي حلوه قوي، تنفع برضو في الصيف. الصيف مش عايز اكل تقيل وتسبيكات وطبيخ والكلام ده كله، لا، حاجات خفيفه كده بجد بتبقى حلوه قوي. وما وقفتش كتير في المطبخ، ويا دوبك بس عملت الجلاش. وانا شغاله في الجلاش كنت ايه المكرونه بتستوي على البوتاجاز، وبنجز وقت كده يعني. برضو الجلاش هو بيستوي في الفرن، المواعين غسلتها كده وروقت الرخامه، مسحتها، لمعتها بالبخاخه كده، يعني خليت الدنيا ايه حواليا زي الفل، حاجه قصاد حاجه عشان تنجزي وقتك كده في وقفه المطبخ في الحر النار اللي احنا فيه دوت. بجد الجو صعب جدا، ربنا يرحمنا يا رب ويعافينا من نار جهنم، اللهم امين. فزي ما انتم شايفين كده ببدا ان انا ايه حاجه ورا حاجه، حاجه على البوتاجاز، التانية شغاله فيها بنضف حاجه، التانية بطبخها، فاهمين قصدي، عشان تنجزي كده وقتك في المطبخ في الحر اللي احنا فيه ده. ربنا يكفينا الشر يا رب، نار جهنم ويعفى عننا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى اللفه بتاعتي بالبخاخه كده زي ما انتم شايفين. انا كنت عايزه اقول لكم انا مش من النوع اللي بعمل التلاجة بقى ارش الميه كده ودلدق وعبار الميه والكلام ده كله خالص. البخاخه دي عايزه اقول لكم غنياني عن كل حاجه، بلمعها من جوه ومن بره، بخليها ترجع جديده من تاني، طول ما انت ايدك فيها مش تتبهدل على طول. عايزه اقول لكم التلاجة عندي بتنزل ميه، مش عارفه ايه الفكره. المكان اللي انا بمسحه ده كان مليان ميه، مكان الادراج، فشلت الادراج خالص، وقلت بقى ايه اشيل الميه اللي فيها. بعد كده لمعتها كده بالبخاخه بسفنجه كده فيها صابون، وبدات كده لمعها، لان طبعا كانت الميه مبهدله الدنيا. وعملت الجزء اللي تحت ده نضفته وظبطته، وهحط بقى ازاز الميه تاني. ولا يقول ان هي من ازاز الميه، مش من ازاز الميه على فكره، هي مكان الموتور من ورا بينقط الميه فبتدخل على جوه، مش عارفه ازاي. فده اللي انا اتضحته يعني، لكن كنت فاكره من ازاز الميه، لا مش من ازاز الميه اللي هي بتبهدل الدنيا. والله المستعان. انا الاضراب دي انا بحط فيها الادويه، واحده بحط فيها البراشيم بقى وكده والمراهم، والتانية بحط فيها الادويه الازايز يعني. ما بحبش احط الخضار في الاضراب دي خالص، مش عارفه ليه، مش عارفه ايه الفكره. بحب احط الخضار بتاعي في المنظمات زي ما انتم شايفين كده. والازازه الميه كده رصاها، ما بحبش احطها في الباب برضو عشان بتقل الباب، بتخلي ليه صوت وهو بيتفتح وبيتقفل. هنا برضو ناحيه الباب برضو لمعته كده وظبطته. الادويه اللي بتبقى في الباب دي اللي بستعملها، لكن لما تكون تحت دي تبقى ايه يعني الاوقات طارئه، يعني مش هحتاجها دلوقتي. البوتاجاز بتاعي طبعا بعد ما خلصت وهدي خالص من السخونيه، ما ينفعش ان انا اغسله وهو سخن، لاني بخاف على الازاز بتاع الفرن، والازاز اللي هو ورا البوتاجاز ده اللي هو اللي فوق. فبستنى لما البوتاجاز يهدى خالص من السخونيه بتاعته، لاني كنت مشغله الفرن بتاعه عشان الجلاش. وبعد كده ببدا بقى اجيبه كده من فوق لتحت كده، بظبطه معايا. كل كام يوم كده لازم اصبن الحوامل بالعيون بالبوتاجاز نفسه يعني كله، عشان بصراحه يعني تراكمات. حتى لو انت بتلمعيه كده بالبخاخه بتاعتك قلت لكم عليها دي، بيبقى زي الفل وكل حاجه، بس طبعا الحوامل بيجي عليها زيوت من الآلية. زي ما انتم شايفين كده لبن فار مني عادي خالص، يعني بتحصل في احسن العائلات. فلازم طبعا ايه على طول كده يليك في البوتاجاز، لان ما يتبهدلش. وتلجاي بقى الباور والكلام ده كله، الباور ده انا بعمله يعني ايه كل عيد مره. يعني انا اصلا يعني البوتاجاز عندي الحمد لله نظيف، مش بستعمل فيه باور الحاجات دي، اللي ايه اقول بس اديله ايه ريفرش كده، ان هو يلمع كده ويبقى ايه
شكله جديد، بس هو اللهم لك الحمد هو على طول نضيف. هو وقت ما بحط فيه ورق الفويل ده بيخليه احلى طبعا، بس يعني بقى كتغيير بحب احطه كده تغيير دخلة الشتاء بقى، اقول ايه مثلا ايه عشان ما افضلش كل شويه اصبن فيه واغسل فيه والجو ساقع والكلام ده، او دخلة عيد اقول مثلا ايه يعني حاجه جديده. بس انا بصراحه بقى لي فتره ما حطيتوش عشان لما اجي ان شاء الله في تنظيفات الشتاء بقى يبقى ايه شكله جديد كده في المطبخ. بحب التجديد والتغيير جدا زي اي ست بيت حتى، وحاجه بسيطه جدا جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. بحبكم قوي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.